تخيل انه في قانون بيجبرك تعطي السنايبر لصاحبك. في قاعدة غير مكتوبة اخترعها اللاعبين في كاونتر سترايك، وهو انك لازم تعطي الاوب للاعب من فريقك في حال كان دمه ناقص ودمك كامل، لانه ببساطة اذا كان معاه الاوب وهو دمه كثير ناقص هيصير عنده فرصة يقتل بضربة يا يموت بضربة. بالمقابل وانت دمك كامل تقدر تلعب باي سلاح طبيعي. هذا القانون اسمه بوغدانز، وتسمى بهذا الاسم قصة مضحكة بين لاعب محترف سابقا اسمه ستيلز ولاعب من العام اسمه بوغدن. خلال الجولة بوغدن طلب منه الأوب لأنه دمه لو، بس ستيلز ما رد عليه ليجي بعدها بعصبية ويحكي له لما يكون دم لاعب قليل ومعاه ايكي وانت دمك كامل ومعك أوب أعطيه الأوب لتنعرف من وقتها ببوغدن لو. وصار أي لاعب بده يبدل السلاح بس يحكي الاسم. وترى الحركة موجودة ومعروفة بين اللاعبين المحترفين وبيستعملوها دايما، وببساطة لأنه فرصتك لتضرب ضربة وتقتل بتصير أعلى من لما يكون معك سلاح عادي. السؤال وبعد معرفة القانون، هل راح تعطي سلاحك لتيمك ولا لا؟